انت قلت قبل كده ماشي، قلت ان المهندس هاني ابو ريده ما عرفش مصر لما فشل لما الفيفا وقعت. ماله؟ ما عرفش مصر الا لما الفيفا وقعت. ده يعني دلوقتي رجع مصر لا لا، يعني سبب رجوعه انا ليه؟ قلته قبل كده. طب ليه؟ يعني اشمعنى دلوقتي هو مشرف عام على المنتخب الاول ومسكه في التوقيت ده، والاتحاد الدولي كله بيقع ورا بعضه. دلوقتي هاني ابو ريده جاي عاوز يمسك اتحاد الكوره. طب ما هو فين وهو من اتحاد الكوره والمنتخب الوطني السنين اللي فاتت؟ هات انا اقول لك. انتوا شكلنا هتولعوها. بصوا بقى، هقول لكم السؤال ده مهم جدا جدا. السؤال ده اجابته ان هنا بوريده بصفته الدوليه هو عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره، مش كده ولا ايه؟ ما نختلفش. وان هو ما حطش، هو جاب قلنا جاب الناس دي دخلها ومشي، مش كده ولا ايه؟ يعني هم دول كلهم المجلس بتاعه. انما وضع هنا بوريده اما جه، اما الدنيا اتقلقلت في الاتحاد الدولي، في قلقله حصلت طبعا، وده اللي راح السجن كل اللي راح ناس راحت وناس اتبهدلت وما حدش تعرف ما حدش عارف الميه راح على فين يعني. فهو اختار، هو كان ذكي جدا 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 جدا، ان هو راح دخل المجلس وقال لهم انا هشرف على المنتخب، تعالى يا هاب الهيطه انت مسؤول. وكل الناس موافقين. انت عارف كل الناس موافقه على اي حاجه ليه؟ لان ما فيش حاجه يعملوها. يعني لو عندهم حاجه تانية. كابتن حسن فريد قعد في بيتهم شهر عشان بسبب الموضوع ده ما راحش في جلسات اتحاد الكوره. حسن فريد ده عشان تبقى في صوره من احسن الناس اللي ممكن تتعامل معاه. وهقول لك حاجه، وهو الوحيد في هذا المجلس اللي لعب كوره. مش كده حماده المصري. صحيح. هو الوحيد اللي لعب كوره. حماده المصري. حماده المصري طبعا ده ارياف. انا بتكلم على في مصر، في القاهره، في الجيزه.